مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بعم باخد نفس. مطرح بناخد فيه نفس سوا منهدي عقلنا وبنمشي خطوة صغيرة باتجاه الحياة اللي بدنا إياها. مبسوطة كتير إنكم معي اليوم. إذا هيدا البودكاست وصل لعندكم بوقت متأخر بالليل أو بنص النهار كتير مشغولين فيه أو بلحظة تعب داخلي، خلوا هاللحظة تكون لإلكن. قبل ما نحكي خلينا نبلش بشي كتير بسيط. اليوم ما بدنا نحل مشاكلنا، ما بدنا نفهم كل شي حوالينا، بدنا نرجع لشي أساسي جدا، النفس. خلينا نبلش سوا. شهيق عميق من مناخيرنا ل4 ثواني. 1 2 3 4. نحبس نفسنا وزفير بسيط من 8 ل8. 1 2 3 4 5 6 7 8. مرة تانية. شهيق 1 2 3 4. نحبس نفسنا وزفير أطول. 1 2 3 4 5 6 7 8. منحس بكتفتنا عم بينزلوا، منرخش بينا، منحس بالأرض تحتنا، نتركها تشيل وزننا. ما في شي لازم نثبته بهاللحظة، ما في شي لازم نجهزه. ما بدنا نفهم حياتنا كلها سوا هلأ، ما بدنا نحل كل شي، بس بدنا ناخد نفس. خلينا ناخد 3 أنفاس بهدوء. شهيق، زفير. بعد مرة شهيق عميق، زفير. آخر نفس شهيق أعمق، زفير. نسبح لجسمنا يهدأ. أوقات بنفكر إنه لازم نفهم ليه نحن تعبانين، ليه زعلانين، ليه علقانين، بس الحقيقة الفهم مش دايما بيجي قبل التغيير. في فكرة بسيطة كتير بحبها، مش لازم نحس أحسن لنتحرك، أوقات لازم نتحرك لنصير نحس حالنا أحسن. بس خلينا نوضح شغلة مهمة. الحركة مش معناتها قرار كبير، مش معناتها نغير حياتنا كلها، مش معناتها نواجه العالم دفعة واحدة. الحركة ممكن تكون رتبنا فخدنا اليوم، شربنا مي، مشينا 5 دقايق، بعتنا رسالة لشخص منحبه، أو بعتنا الإيميل اللي صرنا زمان عم نأجل فيه. بس قبل أي خطوة نرجع للنفس. شهيق وزفير. نتخيل أنه مع كل زفير عم بخف شوي طبقة الضغط عن قلبنا. هلأ خلينا نتخيل حياتنا مثل ما هي، مش مثل ما لازم تكون، مش مثل ما الناس شايفتها، مش مثل ما الناس بتوقعها منا، بس مثل ما هي هلأ.
ونشوف نهارنا، بيتنا، شغلنا، علاقاتنا، اللحظات الحلوة والقصص المعلقة. نشوف حياتنا من دون أي حكم، بس ملاحظة. ناخد نفس عميق. يمكن في شي بحياتنا حابين نغيره، يمكن في شي ناقص، يمكن في حلم صغير بعده ناطرنا. خلينا نتخيل هالهدف اللي بدنا اياه لإلنا. مش لازم يكون هدف كبير، مش لازم يكون ضخم، بس شي بقربنا من النسخة اللي بدنا نكونها. يمكن بدنا نهتم بصحتنا أكتر، يمكن بدنا نرجع ندرس، يمكن في مشروع حابين نبلشه، يمكن إنه بدنا نكون أهدى مع أولادنا أو نحس براحة داخلية أكتر. ونشوف حالنا واصلين لهالهدف، كيف منكون واقفين، كيف بكون نفسنا، كيف إحساسنا اتجاه لحالنا. هلأ بنسأل سؤال بسيط: شو أصغر خطوة فينا نعملها اليوم لنتحرك بهالاتجاه؟ مش أكبر خطوة، مش خطوة مثالية، أصغر خطوة، لأن الحركة الصغيرة هي يلي بتنبي الثقة. مثلا أنا هدفي إنه أهتم بصحتي أكتر. خطتي الصغيرة اليوم هي إنه بس بدي أمشي 5 دقايق، مش رح أعمل ساعة رياضة، مش رح بلش دايت كامل، بس رح أمشي 5 دقايق. الحقيقة هي إنه عقلنا بحب الدراما، بس جسدنا بحب الحركة الصغيرة. إذا نطرنا للحماس يجي، شو بصير إذا ما بلش الحماس؟ وبركي الحماس بيجي من بعد ما ناخد هالخطوة الصغيرة. هلأ نسأل حالنا: شو هي هالخطوة؟ نسمع أول جواب بيطلع، حتى لو كان شي كتير بسيط وكتير سخيف. هلأ منحط إيدنا على قلبنا، منقول سوا: نحن قادرين ناخد هالخطوة اليوم. ما منعرف كل شي عن المستقبل، بس منعرف إنه فينا نتحرك اليوم. قبل ما نخلص نرجع ناخد نفس عميق، شهيق، زفير ببطء، شهيق أعمق، زفير أطول، آخر نفس شهيق، زفير. بعد ما نخلص هالحلقة منقوم ونعمل هالخطوة الصغيرة فوراً، ما منفكر كتير، بس منتحرك، لأنه النفس بيفتح البواب، بس الخطوة بتمشينا. نحن سوا بهالمشوار. تذكروا، نحن مش أفكارنا، نحن مش خوفنا، نحن مش تأجيلنا، نحن أشخاص عم نمشي خطوة خطوة. هيدا بحد ذاته شجاعة. ناخد نفس ونمشي خطوة.